هل السعادة الحقيقية إخواني وأخواتي أن تحصل على كل ما تريد من متع وملذات في الدنيا، أم أن هناك مفهوم آخر للسعادة؟ خلينا نشوف واحد أوتي من كل نعم الدنيا الممكنة. إلفيس بريسلي، شاب جميل الشكل، أوتي صحة وعافية وجسد سليم، كان شديد الغنى، لديه من النساء ما يريد، وأوتي زوجة من ملكات جمال عصره. إلفيس بريسلي إخواني وأخواتي ملك الدنيا وما فيها، ومع كل المتع التي كانت عنده. هل تعرفون كيف مات هذا الأسطورة؟ مات إلفيس بريسلي في حمام بيته من جرعة مخدرات زائدة. وكل من يقرأ سيرة إلفيس يعلم أن هذا الرجل لم يكن سعيد في حياته، بل كان كئيبا وكثير الحزن وكثير الهموم. مشكلة إلفيس بريسلي إخواني وأخواتي ومشكلة الكثير مننا أننا نبحث عن السعادة في الأماكن الخطأ. يعتقد الشاب أنه إذا تعرف على بنت فلانية سيصبح أسعد الناس، ويعتقد رجل الأعمال أنه إذا أنهى الصفقة الفلانية سيصبح أسعد الرجال، وتعتقد الفتاة أنها إذا تزوجت فلان ستصبح أسعد فتاة. كلنا يبحث عن السعادة في هذه الأماكن الخارجة عن أنفسنا، وكلنا يعرف أنه إذا حصلنا على هذه الأمور تحصل حالة من الفراغ، ثم نبدأ نبحث عن هدف آخر لملء هذا الفراغ. مع أن كل الفلاسفة والعلماء والأنبياء وكل المفكرين أجمعوا على أن السعادة الحقيقية هي عبارة عن سلام داخلي تشعر به في داخلك، هو طمأنينة inner peace تشعر به في داخلك بغض النظر عما يحصل حولك.